عائلية بتحيط بالمنتخب المغربي قبل مواجهة زامبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، المكسيك وكندا والولايات المتحدة. ولحظة وصول النجم المغربي إبراهيم دياز بطل أبطال أوروبا عالميا. إبراهيم دياز نجم ريال مدريد، له مسيرة مشرفة مع ريال مدريد إن كان في الليجا الأسبانية أو في دوري الأبطال. بصراحة كان مساهم جدا مع ريال مدريد، كنا نفسنا ابراهيم دياز نشوفه كاساسي في بروسيا دورتموند وريال مدريد زي ما حاتم الطرابلسي قال لك انشيلوتي مشخصنها كده مع العرب. كنا نفسنا ابراهيم دياز يكون متواجد، كان هيديله الفرصه السانحه. طبعا كان ممكن يبقى متواجد مع الكره الذهبيه الافريقيه بجداره بجداره بصراحه، لكن طبعا ده كان الفكر ساعتها بتاع انشيلوتي، وعمل حساب المجاملات على حساب اللعيبه بصراحه. وكان نفسنا ابراهيم دياز يكون متواجد اساسي او ينزل حتى عشان يقدر ينافس بيها على الكرة الذهبية او على الجوائز الفردية. اهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبايبنا واخواتنا المغاربة في كل مكان، طبعا زي ما احنا عارفين كلنا المنتخب المغربي بلا استثناء كله الحمد لله حضر الحصة التدريبية الثالثة. اجواء عائلية، حكيم زياش بيسجل، طبعا سفيان رحيمي بعيد ميلاده ال 28 وكل عام وهو طيب. طبعا احتفاليه صاخبه لسفيان رحيمي بعيد ميلاده 28، وايوب الكعبي بالتاكيد مع التقسيمه والتمرينه. الراجل بيصالح الشباك 100%، يوسف النصيري بيصالح الشباك 100%. زي ما وليد الرجراجي قال قبل كده، كنا نفسنا يبقى متواجدين مع انديتهم، يبقى موجودين طبعا مع المنتخب المغربي بكامل لياقته البدنيه. فان شاء الله نشوفهم في المباريات الجايه، خصوصا مع مباراه زامبيا والكونغو برازافيل. صدقوني ان شاء الله هنكون عند حسن الظن زي ما ابراهيم دياز قال، زي ما حكيم زياش قال باذن الله هنفرح الجمهور المغربي والشارع المغربي العريض اللي مستني من المنتخب المغربي بطوله، زي ما حصل طبعا مع هشام الدكيك نجم المغرب بصراحه الاوحد اللي مفرح الشارع المغربي والشارع العربي. هشام الدكيك طبعا مدرب كره القدم داخل القاعه وكره القدم للفوتوسال، اللي هو ان شاء الله خلال حاجات بسيطة وهيكون هشام الدكيك في أوزبكستان مع كأس العالم أوزبكستان 2024. ده بالنسبة طبعا للشارع المغربي. فبالتأكيد كله بيطالب حكيم زياش ونجوم المنتخب المغربي اللي هم معاه من فترة، إن كان العميد رومان سايس أو ياسين بونو، ونجوم المنتخب المغربي الأكثر تتويجا في أوروبا. وكان من ضمنهم طبعا النجم الكبير العالمي طبعا أسامة الإدريسي، اللي عمل حالة إن هو بطل الكونكاكاف. عمل حالة بصراحة مع باتشوكا المكسيكي. فمليون مبروك لأسامة الإدريسي، اللي انا اعتبرته ما كانش واخد اعلاميا او مظلوم اعلاميا اسامه الادريسي، وطلعنا اتكلمنا عليه في الفيديو اللي فات. وان شاء الله في الفتره القادمه نلاقي اسامه الادريسي متواجد مع المنتخب المغربي. الولد ما شاء الله مجتهد وحماسي في كل الصفات الحلوه ما شاء الله. اسامه الادريسي اللي هو كان بيمثل طبعا فئات منتخب هولندا من عام 2011 لحد 19، جه من 2019 مثل المنتخب المغربي عن قناعه. وطبعا كان اخرهم النجم الكبير ابراهيم دياز العالمي اللي مثل منتخب المغرب. والراجل قال لك انا يعني مبسوط ان انا لابس قميص المنتخب المغربي مع مباريات موريتانيا وانجولا اللي فاتت ديت. والراجل بيأدي بشكل مثالي وعالمي. لكن ابراهيم دياز محتاج لسه يدخل في الاجواء الافريقيه بصراحه. ان شاء الله يدخل في الاجواء الافريقيه وهتلاقي نجوم الاسكواد المنتخب المغربي. وليد الرجراجي اعتبرها فرصه سانحه ليه، معاك جيل قوي، معاك يعني جيل عظيم، انا بعتبره جيل عظيم مع المنتخب المغربي. فيا ريت يا ريت وليد الرجراجي مع احترامنا ليه الكامل، انا بعتبره افضل مدرب من المنتخبات بصراحه الافريقيه وليد الرجراجي، لكن ده عاوزين نشوفه على ارض الواقع صراحه. يعني انا واحد من محب المنتخبات المغربيه بكل فئاتها السنيه والمحترفين المغاربه، يمكن مخصص القناه كلها بصراحه في الحته دي، بعيد عن الناس اللي بتيجي تقول لك ايه ده عشان الفلوس واليوتيوبر واللي مش عارف ايه والحاجات دي كلها. لا يا جماعه والله خالص، انا لو اشتغلت في الاتجاهات التانية هجيب اكتر من كده مع احترامي ليكم بصراحه. لكن انا واحد من عشاق المنتخبات المغربيه كلها بالفئات السنيه كلها والمحترفين المغاربه من فتره كبيره جدا جدا، مش عاوز اقول لك يعني اكتر من كده. ومع احترامنا للمتابعين اللي على دماغ كلهم من المغرب العالمي او خارج المغرب بصراحه. فنرجع لموضوع المنتخب المغربي، ان شاء الله هيكون معاه سكواد قوي وتشكيله قويه مرعبه. انا بعتبرها ان شاء الله هتكون مرعبه، يعني احنا شايفينها من الظاهر انها كلها مرعبه، فالمفروض وليد الرجراجي يشوفها اخر ان هي تكون مرعبه، ينزلها بالاساسيات عشان مباراة مهمة حماسية قوية. هتقابل المغرب امام زامبيا، زامبيا مش ضعيفة، زامبيا عارفينها طبعا اكتر من كل المنتخبات، قابلت المنتخب المغربي في كذا مرة. وطبعا المباراة هتكون
بالاستاد الكبير بالملعب الكبير باكادير يعني في المملكه المغربيه، مع احتفالات مع اجواء رائعه من الجمهور المغربي. بالتاكيد هيبقى عندنا تشكيله النجم الكبير ياسين بونو صاحب الثلاثيه العالميه مع نادي الهلال الزعيم ياسين بونو العالمي، وهيكون التشكيله محترمه باذن الله. طبعا بالتاكيد يعني دي وجهه نظرنا في الاستنتاجات اللي هي محطوطه، وحضراتكم برضو تقول لنا في التشكيله اللي هتكون معاكم في التعليقات او في الكومنتات مع حضراتكم. طبعا نصير مزراوي، النجم الكبير رومان سايس، نايف اكرد، العالمي اشرف حكيمي، سفيان مرابط بالتاكيد ان شاء الله يعني هيكون موجود، عز الدين اناحي، ولو ان عز الدين اناحي في الفتره الاخيره مع نادي مارسيليا حاسس ان الدنيا معاه برضه يعني ايه قليله، بينزل كده ويطلع على الهادي. يعني ممكن احط بلال الخنوس برضه نجم وحيد عالمي مع نادي جينك البلجيكي، افضل لاعب في الدوري البلجيكي في فريق جينك بصراحه، نجم عالمي بصراحه. وهيكون ابراهيم دياز اساسي معانا ان شاء الله باذن الله. يعني خلاص حاجات بسيطه كده وهتفرق معانا. حكيم زياش متواجد اساسي، النجم سفيان رحيمي، سفيان رحيمي العالمي اللي بيمثلني انا شخصيا باللاعب اللي يعني فيه صفات متكامله ما شاء الله كرويا. اللاعب سفيان رحيمي اللي اخذ دوري ابطال اسيا عن جداره، عن جداره، هو المنقذ لفريق العين الاماراتي. يعني ممكن يعملوا له تمثال في الامارات انا ما عنديش مشكله، لان ده يستحقها بصراحه. سفيان رحيمي يستحق ان هو يكون افضل لاعب افريقيا في الفتره القادمه. سفيان رحيمي بعد اللي عمله بانجازاته مع فريق العين الاماراتي، بالثلاثيات اللي عملها، بالثنائيات، بالاسيستات، الراجل مجتهد جدا 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 فوق ما تتخيل، مع ايوب الكعبي ويوسف النصيري. ويوسف النصيري العالمي مع نادي اشبيليه، وطبعا زي ما قلنا نادي اشبيليه بيقع في مأزق مالي، حته الاقتصاد عنده واقعه، فالفتره الجايه وارد ان يوسف النصيري يمشي من نادي اشبيليه. وانا وجهه نظري المتواضعه بقول يوسف النصيري يمشي من نادي اشبيليه، يشوف مكان افضل من اشبيليه ان شاء الله. يوسف النصيري لسه يعني حاجه كبيره قوي، موهبه عالميه بكل امكانياته دي، يلعب في افضل نوادي انجلترا بصراحه، يفضل يلعب في افضل نوادي ايطاليا. وايوب الكعبي اللي لا غبار عليه، ايوب الكعبي اللي لا غبار عليه، اللي عامل مع اولمبياكوس حاجه عاليه قوي 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 بصراحه، واخد دوري المؤتمر الاوروبي والجوائز الفرديه بتتكلم عنه. ايوب الكعبي بصراحه ما شاء الله ما شاء الله، قوه ضربه، قوه ضربه في هجوم المنتخب المغربي ما شاء الله، لا قوه الا بالله. نجوم المنتخب المغربي باذن الله انا وجهه نظري هيفوزوا على زامبيا مستريح مع اللعب، مش عاوزين حته التراجع يا عم. وليد الركراجي زي ما عملت في كاس الامم الافريقيه 2024 بالكوت ديفوار، شفنا بعد ما بنبقى نهاجم والدنيا بتمشي معانا كويسه وبنبقى ضاغطين على الخصم، بنلاقيك في خلال الشوط الثاني او بعد ما تجيب هدف بتلاقي الدنيا تراجعت. فده مش عاوزين الحته دي طبعا، يعني ده من عندي فبقول يا ريت يعني كمالة للمشوار. فان شاء الله المنتخب المغربي تحت 23 سنه بقياده طارق السكتيوي هينزل بالتشكيله خلال طبعا ساعات، لانه عنده مباراه قويه وديه مع منتخب بلجيكا للتحضيرات لاولمبياد باريس 2024. بنفكركم برضو انها هتكون في المملكه المغربيه، منتخب بلجيكا قوي، لكن طارق السكتيوي عنده برضو مواهب فذه باذن الله هيستعملها الافضل حال باذن الله طارق السكتيوي. ونشوف المنتخب المغربي الاقل من 23 سنه يفعلها مع بلجيكا، طبعا هتدي معنويات افضل وروح افضل للمنتخب المغربي. قبل ما نختم الفيديو بنبارك على وصول النجم الكبير ابراهيم دياز العالمي، اللي عامل رعب في العالم، اللي عامل بصراحه يعني مش عاوز اقول لك الاتحاد الاسباني والصحف الاسبانيه بصراحه قال يعني في الفتره الاخيره جايه تقول لك ايه، احنا ادينا ابراهيم دياز للمملكه المغربيه هديه. لا ده مش هديه، ده على قناعه يا حبيب قلبي، على قناعه من الراجل التامه ان هو يجي ويرتدي قميص المنتخب المغربي، ويحق الشرف ليه ان هو يلبس قميص المنتخب المغربي. وريت قبل ما نختم الفيديو ما تنساش تنزل تدعمنا باللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد المحترفين المغاربه والمنتخبات المغربيه بفئاتها السنيه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.